كلمة خالي من، يعني النهاردة لما بلاقي مثلا منتج مكتوب عليها خالي من الكوليسترول، خالي من الجلوتين، المنتجات الخالية من الحاجات دي هل هي فعلا أكثر صحية؟ مين قال ان الكوليسترول اللي احنا بناخده في الاكل لو هو مش موجود هو ده هيفيدنا؟ بالعكس، الكوليسترول اغلبه بيتصنع في جسمنا. يعني بعض انواع الزيوت اللي مكتوب عليها خالي من الكوليسترول هي اسوأ انواع الزيوت اللي لو اخدتها او استعملتها تخلي جسمك يكون كوليسترول ضار. عشان كده نفس الكلام، ما ننخدعش. خالي من اللاكتوز، اللبن لازم يبقى فيه لاكتوز. في ناس عندها حساسية من اللاكتوز، بس دول نسبتهم كام؟ هم دول اللي يشربوا اللبن خالي من اللاكتوز. انما احنا اللي ما عندناش هذا النوع من المرض هنستفاد جدا لو شربنا اللبن عادي بكل مكوناته. نفس الكلام خالي من الجلوتين. انت عارف الاطفال اللي عندهم حساسية جلوتين دول نسبتهم قد ايه؟ 1 في المليون، حاجة قليلة جدا. كل الأطفال التانية عادي جدا تاكل حاجات فيها جلوتين، قمح، عيش، الكلام ده كله. أمال إيه؟ الشركات بس حبت تبيع. ما هو مش كل طفل هيعيط هيبقى عنده حساسية من الجلوتين. دي بس حاجة الشركات بتبيعها لنا على اساس زي ما انت بتقول انها هي صحيه اكتر، انما الحقيقه مش مظبوطه قوي.